أهلا بيكم في كلية الفنون الجميلة جامعة طيبة. احنا دلوقتي قدام قطعة أستراكة مكتشفة في مصر القديمة، بتورينا إن المصري القديم الفنان المصري كان لازم ياخد كورسات في الفن عشان خاطر يطلع لنا الرسومات الجميلة اللي احنا بنشوفوها على جدران المعابد والمقابر، وكمان عشان يعرف ينحت التماثيل بشكل صحيح. زي ما احنا شايفين كده قدامنا تمثال لم يتم اكتمال صنعه. طبعا كل القطعة دي اكتشفناها في اصلا ورشة من ورش الفنانين المصريين القدامى. بصوا كده يا جماعة قدامنا هنا، ده مين؟ ده تمثال لم يتم اكتماله بعد. طب بصوا كده التمثال الصغنن ده، شايفين راسه عاملة ازاي؟ لسه آثار الدق عليه بالأدوات اللي كانوا بينحتوا بيها، لسه عليه كمان لحد دلوقتي. طيب شوفوا كده، شوفوا التماثيل، شوفوا أصلا الرسومات عاملة ازاي. دي زي يعني اللي أنا عايزة أقوله لكم إن الأشكال اللي احنا شايفينها دي كأنها سكتش رسم. انا هوريها لكم صح. زي ما حضراتكم شايفين كده قدامنا القطعة متخططة ومرسوم عليها وجه ملك لسه بيتم التعلم على اشكاله وعلى السيمترية بتاعة وشه. شوفوا هنا كمان ده شكل تاني. انا بالنسبة لي كإيناس الديب فنانة تشكيلية، الحجرة دي أهم حجرة بالنسبة لي في المتحف المصري بالتحرير، لأنها بتعلمنا إزاي المصري القديم كان بينحت وكان بيرسم رسوماته الجميلة على الجدران. اوعوا تفتكروا ان هما كانوا بيرسموا اي حاجة والسلام، لا خالص. شوفوا كده زي ما انتوا شايفين يا جماعة، الخطوط لسه زي ما هي على القطع. الاشكال دي والقطع دي اكتشفناها في ورشة رسم لفنان مصري قديم في طيبة اللي هي الأقصر. بصوا هنا بيتعلم ازاي يرسم الملك وهو ماسك الأسير. أجدادنا دول مفيش زيهم أقسم بالله. طب شوفوا كده هنا لسه كمان بيتعلموا ازاي يرسموا على الجدران. شوفوا قطع عادية جدا، يعني ده كأنه بالنسبة لهم سكتش رسم بيتعلموا عليه. هنا القطعة الجميلة، القطعة الرائعة اللي يرجح إنها للملك رمسيس الثاني. شوفوا الجمال والعظمة، شوفوا الحلاوة. طب بصوا حتى في قطع الأستراكة، القطعة لسه بيتعلموا عليها، باين فيها حتى الملامح. شايفين الفرق بين ملامح المصري وملامح الأفريقي؟